صباح الفل على عيون كل اللي سهرانين معانا ان شاء الله الليله دي في نغم عربي. احلى النغمات هتلاقوها معانا، واجمل الضيوف اللي شرفوا مصر امام العالم برضه هتلاقوهم الليله دي معانا. يمكن مش متعودين على العدد اللي ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله كبير في حلقاتنا بصفه مستمره، ولكن هم يستحقوا ده وعن جداره، ويستحقوا ساعه واثنين وثلاثه من نغم عربي، مش ساعه واحده بس اللي هي بتعدي دي بسرعه. المجموعه اللي معايا اشتركوا مؤخرا ورفعوا رأس مصر عاليا في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية رقم 12، واثنين منهم حصلوا على جوائز. معلش صوتي رايح من التكييف. على جوائز هتعرفوهم دلوقتي. مجتهدين جدا، شباب، ودي أهم حاجة، لأن احنا الأمل كله بيكون حقيقي في الشباب إن هو يرسم خطوة فنية محترمة حلوة لبكرة، لأن الشباب هو اللي بيشد الشباب اللي زيه، بيشد كمان الكبار اكتر. جميل قوي ان احنا كمان شهر مهرجانات، يعني لسه اول امس اختتم مهرجان الموسيقى العربيه، لسه النهارده بيتم افتتاح مهرجان القاهره السينمائي الدولي. فطبعا حاجه حلوه رغم الاحداث اللي ممكن تكون بتمر بيها البلاد ايا كان في اي مجال، بتبقى حاجه مؤلمه، ولكن لازم في حاجه تخرجك كده شويه، سواء بالسينما سواء بالاغنيه بالكلمه بالشعر باللحن، بمود حلو افضل وافضل. اتكلمت كتير بقى لان انا معايا ضيوف عايزاهم يغنوا كتير ويتعرفوا، تتعرفوا عليهم اكتر واكتر وتستمتعوا معايا الليله دي في نغم عربي. اعرفكم بقى ليديز فيرست طبعا معايا خلود المطربه خلود. اهلا بيكي. اهلا بيكي. والحمد لله على السلامه من اسكندريه كلكم يعني. الف حمد لله على السلامه. معايا كمان صوت جميل، وانتوا هتحكموا اكتر ان هو فعلا كلهم اصوات الحقيقه جميله. شيماء، شيماء الشاعر. اهلا بيكي يا شيماء، منورانا. صوت ايضا من الاصوات ان شاء الله اللي هتكون حلوه وهادئه ورنانه في نفس الوقت، محمد يحيى. اهلا بحضرتك. محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ومعايا شاعر هو حصل على جايزه عن مجمل اعماله في مهرجان الاسكندريه الدولي للاغنيه، وخاصه اغنيه كتبها لخلود اللي انا عرفتها الاول، هو شوقي كارم. شفيق، معلش بقى يا جماعه العدد الكبير بيلخبط. شفيق، اهلا بيك يا شفيق. مطرب وملحن، وكان له اشتراك سابق قبل كده في نفس المهرجان، مهرجان الاسكندريه الدولي للاغنيه، ولكن كانت 2010 هو اشترك السنه دي، واصلا برضو الحمد لله حصل على جايزه احسن مطرب او احسن اغنيه. مطرب واحسن لحن. مطرب والملحن محمد بدر. يا اهلا بحضرتك. اهلا بيك. عازف الجيتار بقى، والجيتار ده انتوا عارفين بيبقى ليه كده حاجه احساس لوحده مختلف، بيعيشك في كوكب تاني من ايام عمر خورشيد. فاكيد ممكن يبقى فيه عمر خورشيد جديد، مع ان ما حدش بيقلد حد، ولكن هيديك احساس حلو قوي. جمال عزيز عازف الجيتار. اهلا بيكم كلكم، والحمد لله على سلامتكم من اسكندريه. مبروك اشتراككم في المهرجان، وانا زي ما قلت في الاول ده اكيد شرف لمصر انكم بتشرفوا العالم كله بفنكم باختلاف الوانكم، اذا كان غناء، اذا كان تلحين، اذا كان كتابه شعر، اذا كان عزف جيتار. الاول عايزه اقول جهزتوا من قد ايه لاشتراككم في هذا المهرجان؟ مين يحب يبدا الكلام؟ مين القائد الليله دي في الحكايه؟ هي مش سياده، احنا يعني كل واحد فينا قائد في حد ذاته يعني. بس الحقيقه احنا بلغنا بموعد المهرجان، وبلغنا تحديدا عشان الى حد كبير الحمد لله الناس عارفه عندنا ان احنا بنقدم فن راقي، فن غير مبتذل. فبلغنا من اداره المهرجان، قياده المهرجان اللي هي جمعيه فناني ومبدعي الاسكندريه، بقياده المهندس عوف همام طبعا. وبلغنا ان احنا نجهز حاجه للمهرجان. فالحقيقه احنا عندنا اكتر من صوت قادر على المنافسه، وعندنا الحمد لله من الخبرات اللي تخلينا قادرين ان احنا ننافس وسط مجموعه كبيره من الدول العربيه، تقريبا معظم الدول العربيه ما عدا حاجات بسيطه يعني. كام دوله؟ حوالي 16 دوله عربيه كان بما فيهم ضمن مصر. المشاركين بما فيهم مصر. تمام. وكان على راس لجنه تحكيم الموسيقار الكبير حلمي بكر. والحقيقه الحمد لله يعني جهزنا قبليها بحوالي يعني شهر تقريبا. ابتدينا نجهز نفسنا وكلمات وتحفيظ واشتغلنا على نفسنا كتير قوي، تقريبا ليل مع نهار، عشان نقدر يعني نقدم مستوى جيد
يليق باسم مصر ان شاء الله في المهرجان. والحمد لله يعني ربنا ما خيبش ظننا وحصلنا على جوائز المهرجان في وسط عمالقه في الفن يعني. الحمد لله بتوفيق ربنا طبعا. الحمد لله. اخترتوا بعض ازاي؟ يعني انت عملت مثالي التوليفه دي الجميله قوي دي ازاي؟ والله انا هقول لحضرتك على حاجه. هو في منتج، انا مش هقول اسم شركه الانتاج بس هقول اسم المنتج الاستاذ محمد رضوان. الحقيقه ده انا يمكن بدين له بالفضل كتير عليا وعلى شباب كتير قوي. هو دايما داعم للشباب ودايما بيهدف للفن الراقي. فالحقيقه انا طبعا اعرفه من زمان جدا. فقال لي عايزين نشترك في المهرجان بفن جيد يليق باسم مصر، وانا اللي هقوم بالتكلفته ودعمه. يعني الحمد لله هو بيثق فيا، فقال لي رشح لي اصوات. فعملنا ابتدينا نعمل فلترنج يعني نفلتر الاصوات اللي عندنا. والحمد لله يعني بتوفيق ربنا برضو ما لقيناش احسن من الاصوات اللي موجوده الحمد لله، اذا كانت شيماء او خلود او محمد يحيى. وبرضو الحاضر الغائب اسلام تاج مطرب اسكندراني جميل، ده برضو كان من ضمن المشاركين في المهرجان معانا. بس طبعا ظروف اسكندريه وظروف الدنيا هناك ملعبكه شويه فما قدرش يشرف. كنت في وقت صعب شويه يعني. فالحمد لله ربنا كرمنا وادوا بشكل رائع ابهر لجان التحكيم، لان هي مش لجنه واحده، هي اكتر من لجنه تحكيم، لان كان كبار موسيقيين الوطن العربي كله في اعضاء لجنه التحكيم. وكان بيمثل مصر الموسيقارنا زي ما قلت موسيقارنا الكبير الفنان حلمي بكر، واستاذ عماد حسن الشاعر الكبير طبعا اعماله سابقاه. فالحمد لله قدرنا نشرفهم ونشرف اسم مصر يعني في المهرجان. الحمد لله، ومشرفينا النهارده، واعتقد ان احنا لينا السبق الحمد لله في وجودكم معانا. لسه احنا اول برنامج يستضيفكم. بالمناسبه دي انا عايز طبعا اقدم الشكر لحضراتكم، لان انتوا القناه الوحيده تقريبا اللي قررت ان هي تستضيفنا. وده انا ليا بعض الملام او العتاب على القياده المصريه، لان احنا من ضمن الناس اللي فازت كان في 2 من السعوديه. طبعا السعوديه انا بقدر طبعا فنانيها وموسيقيها وعلى راسنا كلهم من فوق طبعا. بس لما يكون عدد 2 فقط من المملكه العربيه السعوديه فازوا ويتم استقبالهم في مكتب السيد وزير الثقافه معالي وزير الثقافه الاستاذ حلمي النمنم، ويكرموا من وزير الثقافه واتحاد الفنانين العرب الاستاذ مسعد فوده يكرمهم في قلب مكتبه، واحنا كمصريين في بلدنا ورفعنا اسم مصر، واحنا 4 من مصر، ولم يتم حتى اعطاء مكالمه تليفونيه بس لمجرد ان احنا ترفع من معنوياتنا. احنا مش طالبين حاجه يعني للاسف. هو اكيد هيحصل طبعا، بس يمكن يعني في تداعيات او خلفيات يعني محزنانا بصراحه كجروب عمل. لا ما تحزنوش ولا حاجه، تعبوا قوي ان احنا لم نكرم في بلدنا. وطبعا انتم مشكورين. لا بس تم تكريمكم الحمد لله اهو برضه، يعني تم تكريمكم في القاعه اللي هي كان فيها ختام المهرجان. هو تم تكريمنا اللي هو التكريم الشرفي طبعا وقت اعلان نتائج المهرجان في احد الاوتيلات الكبرى في اسكندريه. ايوه، بس ما كانش ده التكريم المتوقع، لان كان المفروض ان في يعني حفل الافتتاح بتاع المهرجان قدمته الفنانه الكبيره نانسي عجرم، وكان المفروض ان الفنان وائل جسار يحيي حفل الختام. فوجئنا ان بعد ايام معدوده من افتتاح المهرجان ان بيتم الغاء حفل الختام اللي كان هيحييه الفنان وائل جسار. ولما سالنا قالوا لنا لنقص الدعم المالي. هل تتخيلي حضرتك ان الجوائز بتاعتنا في من ضمن غير الشهادات التقدير في جوائز ماليه؟ حتى وقتنا هذا احنا لم نحصل على الجائزه الماليه. ولما سالنا قالوا لنا اصل وزاره الثقافه ما جابتش الدعم بتاعها، وزاره هيئه تنشيط السياحه ما جابتش الدعم، محافظه اسكندريه ما جابتش الدعم، وبالتالي ما استلمتوش الجوائز الماليه بتاعتكم. يعني فده برضو من ضمن الحاجات. هو يكفيكم برضو ان في تكريم وفي جوائز احنا بنشكركم في المقام الاول. لا احنا نشكركم والله، لان انتوا بتقدموا فن. انتوا القناه الوحيده اللي افتكرتنا واحنا فاكرينكم على طول دايما. ربنا يخلي حضرتك. يلا خلينا بقى نخرج من جو اللي هو الزعل شويه ده، عشان ما نزعلش الناس معانا. يكفيكم ترحاب الناس بيكم واستقبال الناس في المهرجان اكيد ليكم. ده في حد ذاته اكبر تكريم، ولسه التكريمات جايه كتير ان شاء الله. وخلينا بقى نشوف خلود مع الاغنيه اللي فازت من كتابه
الاستاذ شفيق مش شوقي شفيق كارم. الاغنيه اسمها ايه يا خلود؟ مغرورة. مغروره من اولها كده؟ لا خالص. اوعي. طب يلا نبدا. يلا بينا. المايك. طب هو كان اتفضل. ميوزك موجوده؟ اه يا ريت شغلوها. يعني احنا معانا عشان طيب دندن لنا باي حاجه لغايه ما نجهز خلاص. اللي يجي على بالك. قابلت كتير فرشول عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفت ازاي يا حبيبي أمير. قابلت كتير فرشول عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفت ازاي يا حبيبي أمير. مانيش رايدة مانيش رايدة مانيش رايدة إلا هو، مانيش رايدة وما فيش فايدة، ما فيش فايدة، ما فيش فايدة إلا هو، ما فيش فايدة. في البعد عشقة، في القرب عشقة، في البعد عشقة، في القرب عشقة، زي العسل على قلبي هوا، 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 وزي العسل على قلبي هوا، زي العسل. والله انت زي العسل. ويلا المغروره جاهزه معانا، لان احنا طبعا هي بلاي باك يا جماعه هتكون، لان طبعا محتاجه فرقه كامله تعزف وراها. احنا لا نستطيع ان يبقى الفرقه كلها للاسف موجوده، فتحبي تغني على طول ولا نسلم بقى المهمه أي حاجة. لشيماء وبعدين نرجع لك تاني؟ تمام اوكي مش سلمي المهمه لشيماء. يلا. شيماء عرفينا بس على نفسك برضو الاول، دراستك انا خريجة اعلام، خريجة 2011. يعني جايه هنا قريب ولا ايه؟ تشرفينا طبعا. طيب خليكي. انا بغني تقريبا وانا عندي 5 سنين. انا اصلا من القليوبيه، من بنها. تمام. كنت من زمان وانا بغني في قصر الثقافه، وغنيت مع سليم سحاب. قعدت لحد فتره قبل الكليه، بعد كده خرجت منها عشان طبعا الدراسه وكده، وبعد كده رجعت تاني من حوالي 5 سنين. حبيت ان انا ارجع تاني، ما حبيتش اسيب اللي انا كنت فيه. فقلت يعني لما اتعرفت على الملحن محمد بدر، طبعا بعد يعني عناء كبير ومشقة كبيرة اتعرفت عليه عن طريق الصدفة. دي صدفة حلوة. طبعا صدفة جميلة جدا. وابتدينا نشتغل مع بعض وعملنا اغاني كتير، ولما جت فرصة المهرجان يعني كانت فرصة حلوة بالنسبة لي كتير، فقدمت فيها اغنية جميلة جدا كانت اسمها لحظة كبرياء. طب سمعينا بقى، ما تشوقيناش. اوكي ماشي. هي مش جاهزة، هي مش جاهزة برضه، هي بلاي باك برضه. طيب هو معلش انا عايزه بس اوضح للمشاهدين ان احنا يمكن في اكتر الحاجات هتبقى بلاي باك هتسمعوهم لايف طبعا عشان يبقى الحكم صح الصح، بس هو زي ما قلت لكم محتاجه عزف من يعني آلات كتيره، فيعني بنحاول يعني نعمل حل الوسط. طيب لغايه برضو ما البلاي باك بقى نرجع، يعني هنرجع لخلود ونرجع لك. اروح بقى لمحمد عشان لسه ما اتكلمش. هنأجل مغرورة شوية، محمد ناخد منه كلمتين وبعدين نكمل الكلام. طبعا. محمد عرفنا برضو على نفسك. انا محمد يحيى. تمام. طالب سياحه وفنادق. تمام. محتاجينها قوي السياحه دلوقتي. انت باغانيك وصوتك الحلو ممكن تعمل سياحه لبلدك. ربنا يخليك. لو عملت كليب بقى في اماكن اثريه طبعا. وحاجات الرائعه اللي في مصر دي سياحه في حد ذاتها. ويا ريت احنا اصلا نعمل الكليبات بتاعتنا هنا في مصر، ما نروحش بقى دول اجنبيه او اي حاجه ثانيه، يعني نعملها بره. طب ما نعملها هنا، طب ما في مناطق هنا حلوه جدا يعني. ما هو ده اللي بنقوله، ندور ونشوف برضه طبعا. بالظبط. دي مهمه بقى تبقى عليك ان شاء الله في المستقبل بقى تشوف بقى ان شاء الله يا رب. اتفضل يا محمد. ان شاء الله يا رب. انا بغني من وانا في ثانيه اعدادي. تمام. قعدت بتاع حوالي 3 سنين كده، برضو ما كنتش فاهم مزيكا قوي، كنت بسمع وبحاول ان انا اقلد اللي انا بسمعه. تمام. لمين بقى تحديدا اكتر يعني
والله الاكتر هو طبعا عبد الحليم يا طبعا، سلام. سيد درويش مم. طبعا. الله. في ناس برضو تانية. مم. فانا اول ما خلصت يعني 3 سنين قعدتهم كده كنت بسمع اي اغاني كده كنت بحاول ان انا اقلدها. تمام. فبعد كده رحت الاوبرا من حوالي سنة سنة و3 شهور. تمام. رحت بقى طبعا مع دكتور عمرو ناجي. تمام. درست فيها سنة و3 شهور. تمام. فالحمد لله وصلت لحاجة وفهمت أكتر، فبنتعلم لسه بنتعلم، فالحمد لله كلنا يعني. بنفضل نتعلم لغايه طبعاً، مهما طبعاً. فات العمر والزمن أكيد يعني. أكيد طبعا طبعا. هنسمع منك طبعا اكيد اتفضلي طبعاً. اغنيه، بس عشان المغروره مستنيه. طبعا مبروك. وهنرجع طبعا لباقي حضراتكم يعني. تمام. المايك بقى من فضلك لخلود. مبروك. وبعدين هناخد منك السي في بتاعك برضو، هنعرف ماشي. برضو بدأتي حاضر. ازاي وعملتي ايه وقصتك ايه وكل حاجه. اوكي. يلا لو جاهزين بالمغروره نبدأ للمغروره. طب احنا هنسمع معاهم. يعني المفروض هنسمع عشان يا ريت. لازم. من دلوقتي بقيت مغرورة، ما أنا كنت زمان
بصراحه يعني وطبعا هي دي الكلمات اللي كتبها الاستاذ شفيق. يعني هنجي لك طبعا كل التحيه ومبروك الجائزه. وشكر خاص برضو الموزع الموسيقي الاستاذ أيوة. وليد مصطفى، طبعا الموزع لجميع الاغاني اللي كانت في المهرجان. تمام. طبعا لحن يعني. انا ما انا عارفه والله لسه كنت خدتها من على لساني، لسه كنت هقول والله. طب سريعا برضه قولي لي دارسه ايه وبدات من امتى عشان ننتقل بقى لباقي الاعضاء الفريق. انا في تانية ألسن انجلش عين شمس. انا بغني من وانا في كيجي. يعني كان المدرس بتاعي في المدرسه وكده، وبعدين ماما ودتني الاوبرا، كنت بدرس مع دكتوره نادية عبد العزيز. بس وفضلت فترة كبيرة يعني حوالي 7 سنين، وبعدين بطلت عشان طبعا الثانوية والمذاكرة وكده. وبعدين برضو عرفت محمد بدري عن طريق الصدفة برضو. ورحت بس هتكملي دراستك ان شاء الله أكيد عادي طبعا. ده لا يمنع عن ده. لا طبعا اكيد ان شاء الله. بس ورحت عنده برضو هناك في الشركة، وقعدت يعني بقى هو يدربني وبرضه يعني هو عجبه صوتي بقى وفضل يدربني برضه، وخدت منه وعلمني كتير. وبعدين برضه عرض عليا موضوع المهرجان، قال لي ايه رايك نشترك وكده. فرصه طبعا لا تعوض طبعا. يعني اي حد بيتمنى حتى لو بقاله باع في مجال الغناء انه يدخل اي مهرجان، خصوصا ما يكون دولي. بالظبط. طيب بحييك مره تانية الشاعر شفيق كامل. وتجربتك مع كتابه الشعر بدات من امتى؟ حوالي من وانا في اعدادي. هو كله بيبدا دايما صغير، سواء غنى او عزف او كتاب او كله. من وانا في اعدادي تقريبا. كان لون كتابتك ايه للشعر؟ واخد اي لون اكتر؟ في الوقت دوت يعني عاطفي؟ لا في الوقت ده يعني ما نقدرش نقول ان هو كان شعري قوي، لان انا كنت خواطر لسه مثلا. كنت لسه ببدا يعني اتعلم. كانت تعتبر خواطر مثلا. لكن بدات تحس نفسك فعلا لا بتكتب بقى شعر باحتراف امتى؟ وباي لون برضو؟ لا كان الدراما اكتر. ما هو واضح. من مغروره دي تجربه شخصيه ولا حاجه؟ لا هي بيبقى على حسب الحاله اللي الواحد عايزها. هو دايما بيبقى حسب الالهام اللي بيجي للشاعر زي ما بيقولوا يعني. كنت سعيد باشتراكك طبعا اكيد في المهرجان. طبعا اكيد اول مره، اول مشاركه ليا وما تبقاش اخر مشاركه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هرجع طبعا اسمع صوت محمد يحيى. ياسر اسمعنا صوت محمد يحيى. جمال بيملوني اسمائهم من بعيد عشان ما اتلخبطش. ماجد عزيز. مش جمال. شوف اصل الماجد فيها الجيم وشفيق فيها الشين، فانا الحاجات دي بتدخل معايا شويه. وطبعا هيكون جاهز معانا اغنيه شيماء بعد شويه. احنا قلنا هي اغنيه اللي هي البلاي باك اللي احنا قلنا ايه، لحظه كبرياء. دي هتبقى جاهزه معانا ان شاء الله يا جماعه بعد شويه، بعد بس ما ناخد. انت لو خدت بال حضرتك يعني مغروره ولحظه كبرياء تصدق هي اوعى تكون كلماتك برضو. ايوه ده انت جاي لنا بقى مخصوص يعني الموضوع مختلف شويه. هنشوف هنحكم. طيب برضو نفس السؤال، اول مره تشترك مثلا في مهرجان يا ماجد؟ طيب الجيتار ليه اخترت تحديدا آلة الجيتار؟ ليه اخترت آلة الجيتار؟ عزفت جربت الاول على آلات تانية؟ بصي لا هي كانت اول بس علينا نصفك شويه بقى. كانت اول حاجه تشدني هي كانت الجيتار في الجامعه. يعني كانت من اوائل الحاجات اللي شدتني. جربت بيانو وانا صغير شويه عشان هي اسهل آلة طبعا، يعني اسهل آلة تبتدي وانت صغير عليها تطلع منها صوت. وبعد كده في الجامعه لقيت الموضوع شكل الجيتار الستايل بتاعه كل حاجه طبعا بتشد الواحد قوي. ولا عمر خورشيد اثر عليك؟ يعني دايما عمر بيأثر عليه حتى لو ما بيعرفش يعزف، ما بالك بقى اللي عايز يعزف. بصي يعني هو مجموعه عوامل مع بعض يعني. يعني من وانا صغير طبعا كنت بسمع عمر خورشيد، وبعد كده لما كبرت في الجامعه لقيت الموضوع منتشر طبعا على مستوى الجامعه، انه سهل انك تروح بجيتار الجامعه، فكانت تقريبا اقرب حاجه قدامك تسمعها. فبس كنت في الجامعه طبعا وابتديت شويه بشويه اتعلم واتمرن وذاكر. الجامعه بقى يبقى حواليك بقى اصحابك بقى وزمايلك بقى زي مصطفى قمر كده في الفيلم، وحواليك المجموعه قاعده وتقعد تغني لهم وتدندن لهم وبجري في الاخر يعني. تهرب بقى. لازم اعمل كده. لا ما هنسمع منك بقى حته بسرعه صغننه خالص سولو بقى لوحدك لغايه ما نسمع بعد كده شيماء.
احسنت والله بقى، انت بتحمسنا يعني بحته كده صغننه، معلش ليك يوم تبقى مطول معانا فيه. طيب نرجع بقى لشيماء، عشان لسه لا محمد بدر ولا محمد يحيى سمعناهم، يعني بقى لازم نستمتع بيكم كلكم، فمعلش عذرا لان الوقت طبعا بنلحق ان احنا نجري ما بينكم وبين بعض يعني. لحظه كبرياء. هتلاقي ميوزك حالا شغال، اعملي كده هتشتغل. قولي جزر. بالظبط. للألم لحظة كبرياء، يعني اطمن صعب أسلم مهما تألم من الأشواق. أنا إنسانة كرامتي أمانة، وضعف القلب أقوى خيانة. أنا إنسانة كرامتي أمانة، وضعف القلب أقوى خيانة. جرحك علم وأنا بتعلم واتعلمت، ومش ندمانة مش ندمانة. إن الله مع الصابرين، في جرحي وحزني بدعيله، بعد حنانه هحتاج مين عشان أضعف له واشكيله. إن الله مع الصابرين، في جرحي وحزني بدعيله، بعد حنانه هحتاج مين عشان أضعف له واشكيله. أبكي ليه وأزعل وأفكر في اللي راح، ده كل يوم بينسي يوم في حياتنا قبله. بتيجي ضحكة تداوي روحنا من الجراح، ويجي دمع يهون الدمع اللي قبله. يلا دي مفيش نصيب، انت مش آخر حبيب. يلا دي مفيش نصيب، انت مش آخر حبيب، وانا مش أول حبيبة. ظني في الآخر يخيب، جرحك علم وأنا بتعلم واتعلمت، ومش ندمانة مش ندمانة. إن الله مع الصابرين، في جرحي
رائع بجد، حاجه مشرفه بجد، انا ببقى فرحانه جدا، وكل الناس بتبقى فرحانه ان في جيل ما شاء الله شاب محترم راقي بيكتب كلمه حلوه حتى لو حزينه شويه زي بعضه واصوات حلوه وكل حاجه. طبعا دي برضو غنت في المهرجان. دي في المهرجان. وليكي تجارب سابقه مش في اغاني لوحدك قبل كده؟ اغاني كتير خاصه بيكي انت برضو ولا بس الاغاني القديمه بتاعت المطربين القدام؟ لا خاصه بيا انا. من كتابه شفيق برضو؟ في من كتابات شفيق، وفي برضو حاجات خاصه باشعاره تانية. بس في حاجه عايزه اقولها انا بجد، وانا في المهرجان اكتر حاجه بسطتني بعيدا عن ان انا فرحت ان بجد الملحن محمد بدر خد احسن ملحن في الوطن العربي، وشفيق كريم خد احسن شاعر في الوطن العربي. ان كلمه اتكلمها الاستاذ حلمي بكر الموسيقار الكبير طبعا وانا جوه في المهرجان بجد قال لي انت مش معقول تكوني بني ادمه يعني هاويه او فنانه هاويه، انت محترفه. فدي اكتر حاجه بسطتني. وخلي بالك ده حلمي بكر يعني هو قال لي انا غلس ومرعب هو قالها في المهرجان، قال انا غلس، فعشان كده لما باجي احكم ما بحكمش غير مظبوط على الحاجات اللي تستاهل بجد. دي شهاده كبيره جدا طبعا، دي دفعه كبيره جدا 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 طبعا. طيب محمد انت بتغني مع التلحين، ده شيء مفروغ امره. طيب هنسمعك وبعدين معلش انت مظلوم معايا يا محمد يا يحيى، بس طبعا عشان محمد بن بدر ما اتكلمش. هنجهز البلاي ولا غني لايف الاول بعدين هتحب نجهز لك ايه؟ طيب اسمها ارحم قلبي، وعلى فكره هي بالمناسبه اغنيه ارحم قلبي من كلمات استاذ محمد رضوان وتوزيع الموزع وليد مصطفى. برضو وليد مصطفى. وبالمناسبه انا خدت الجايزه عن مجمل الحاني. طب انت خدت الجايزه وانت بتتكلم بقى، يعني عايزين لو نقدر استاذ اكرم مدير التصوير هنوري شهاده التقدير. ايوه اهي مش لا يعني مع محمد مش عارف بقى مظبوط كده جائزه محمد بدر مصر جائزه اللحن. تمام. دي مقدمه من مهرجان الاسكندريه الدولي الثاني عشر للاغنيه. تمام. والجائزه الثانيه بقى دي لونها احمر، الخضراء بقى دي جوائز بقى وزاره الثقافه المصريه، دي جوائز اقدم شويه. دي اقدم اتحاد شويه المبدعين العرب اللحن برضو عن الالحان وفي جوائز منها عن الغناء يعني. فانا برضو هكمل. اتفضل بقى كمل. ان استاذ حلمي بكر اداني الجايزه عن مجمل الحاني، وبالاخص عن ارحم قلبي اللي انا غنيتها بنفسي في المهرجان. في المهرجان. طب مجمل الحانك ليه كانت لمين؟ كانت لخلود، وكانت لشيماء، وكانت محمد يحيى، وكان في مطرب اسكندراني جميل اسمه اسلام تاج. كانت الجايزه للمجموعه دي يعني ان شاء الله. تمام هايل. يلا لغايه ما نجهز بقى. تمام. هقول حاجه للمطرب اللي ما جاش وانا كان نفسي يكون موجود معانا، وبوجه له رساله على الهوا دلوقتي. المطرب اسلام تاج، بس جزء صغير منها عشان خلاص هقول الغنوه بتاعتي جاهزه لك بتقول: لما انت عارف اني بحبك تقلان كده ليه، وبتبعد عني وتخاصمني بتسمي ده ايه؟ لما انت عارف اني بحبك تقلان كده ليه، وبتبعد عني وتخاصمني بتسمي ده ايه؟ قرب تعالى ده انا حالتي حالة، قرب تعالى ده انا حالتي حالة، وانت بتعند وبتعند ليه لما انت عارف. الله، دي الحانك لاسلام تاج. الحاني واسلام تاج المطرب. والكلمات كلمات استاذ محمد رضوان. كل التحيه ليهم طبعا اكيد. طيب احنا جاهزين بقى خلاص يا هيام؟ ارحم قلبي. بيرحم قلبي. ارحموا قلبه بقى يلا. برضه اعمل كده ولا انت بس تعمل
عالاستمرار. خلينا بس عشان مش فاكر قوي، بس هو اخويا المهم انك انت كان ليك انتاجك الخاص برضو، اغانيك الخاصه مش بس اعاده الاغاني القديمه. طبعا. طيب خلينا بقى في اغنيه مهرجان اسكندريه. بعتلي صوره. بعتلك صوره. بعتلي صوره. كانت حلوه. الحان استاذ بدر طبعا. تمام، والحان شفيق وكلمات شفيق. دراما بقى. على فكره هو بردان عشان كده بيلخبط. سعال جدا. كلنا بردانين، انت شايف الصوت مفتوح والحروف متلخبطه وكل حاجه. بعتلي صوره على الميوزك طبعا هتكون معانا وانت لايف معانا. حاضر. تمام.
عديها بقى اغنيته ليه، هو اغنيه هو المايك اون؟ يغنيها حته المايك منها. مفتوح ولا لا؟ هو مفتوح. اوكي مفتوح المايك بتاعي. تمام. يلا احنا جاهزين. آه، لا عديها، لا احنا قلنا بعتي صوره. طب هي الميوزك جاهزه؟ الميوزك جاهزه. جاهزة هنشغل المزيكا حالا وانت أيوة. لايف بقى مع المايك. بس تمام. يا ريت يعلوها شويه عشان انا عشان بس عشان هو يعمل لايف. بعتلي صورة كنا فيها اتنين حبايب، وكلمتين على ظهرها بتقولي قلبي لسه فاكرة وانت غايب، لكن ما كانش ده خطها، لكن ما كانش خطها، كان خطي واحد بعد مني حس بيها وحبها، حاول يداوي جرحي ليها اللي سبته في قلبها، بس كان صعب يداويها روح منها. وهي بتفارق حياتها قالت له وصل صورتي ليه واكتب عليها إن جرحه في قلبي بيسلم عليه، وهي بتفارق حياتها قالت له وصل صورتي ليه واكتب عليها إن جرحه في قلبي بيسلم عليه. استحالة أوصف مشاعره ولا حبه حبها، هي ضحت لي بحياتها وهو ضحى لحبها، وانا اللي كنت تملي بينهم صورة كرهة نفسها. الحروف نزلت دموعها وهو بيردد كلامها، والألم زوق ملامحه في ابتسامته اللي ابتسمها. الحروف نزلت دموعها وهو بيردد كلامها، والألم زوق ملامحه في ابتسامته اللي ابتسمها، كان خطي واحد بعد مني حس بيها وحبها، حاول يداوي جرحي ليها اللي سبته في قلبها، بس كان صعب يداويها روح منها.
طب وايه يعني؟ عشان إعادة بردان افاده. نسي الكلام عشان البرد. بس احنا مستفيدين برضو ان احنا سمعنا الكلام الحلو ده تاني. بردان وطبعا جداً. كلمات برضو الشاعر شفيق. انا بقول لكم على سر، هفتن على خلود. والله لا انا ايه حصل ايه؟ قالت لي شفيق ده انت شفيق حبيبي. مجروح، شفيق مجروح. ووشه لو جبنا كده كلوز عليه وهو يعني عارف ده متاثر كلام كتبه، ومتاثر هو بيسمعه، ومتاثر وهو قاعد يعني. شفيق انا عماله اقول لك، انا عايزه اقول لك حاجه. انا ما نمتش من امبارح بس. لا يا راجل، يبقى اكيد في انا شعر عندي حزين مشكله جديد. معاه، انا عندي مشكله معاه ان كل ما ابدا في لحن يكون هو مكتئب. لا حول ولا قوه الا بالله. فبيكتبني معاه فبضطر ابدا. بس انت عارف، عايزه اقول لك، رغم ان طبعا كلنا بنحب الاغاني المفرحه اللي فيها تفاؤل وحب وبهجه وزيطه وزنبليطه زي ما بنقول، لكن فعلا بتلاقي حتى اللي ما عندوش مشكله عاطفيه ولا نفسيه بيحن قوي للكلمات اللي بالمعنى ده، الحدوته اللي بتبقى بالمعنى ده. اديني بقى في اخر الحلقه كده حدوته صغننه من شعرك، لو ما كانتش حزينه يبقى كويس يعني براحتك. يعني اي بيتين شعر كده، سواء من اللي كتبتهم او حاجه انت في بدايه كتابتك مثلا ليها. لا انا هقول حاجه صغيره كده ايوه لمصر، بس ما فيهاش اي حاجه سياسيه، لا تمت السياسه بصله الحلقه يعني. اللي فاتت كنت قلت حاجه فهم فكروها سياسيه لمصر يعني. بس مش فيهاش اي حاجه سياسيه خالص. لا طالما في السياسه المحايده ما فيهاش مشكله من لا هتنتقد حاجه ولا انا اعتذر. ما مصر بتقوم على السياسه يعني. انا اعتذر بس. تعتذر ايه؟ اعتذر لمصر. هتعتذر لمصر؟ أيوة. ما هو ده شيء من الجرح. شوقتنا. طب يلا اقول لها بس علينا صوتك بس. حط قرب المايك. ايوه غلطت في حقك، واسف برضه هتسامحيني. فضلت احايلك وانت بعندك لاخر صبر ووصلتيني. كان لازم اخرج عن طوعك، لازم اقلب موازيني، الاقي ميزانك مايل لا تعديني ولا تحاسبيني. فضلت انادي واقول يا بلادي زي التايه شارب دمعي. بقيت انا في وادي وانت في وادي، ما انتش حاسه بتعب ووجعي. شايل همك وهم غيري، بخفف تعبك وتعب غيري. عملت كتير علشان ارضيك وكل ما فيكي بنكر خير. غصب عني لقيتني كرهتك، ولما رجعت ضميري قابلتك لقيتك ساكنه في قلبي ودمي. عرفت بجد حقيقه قيمتك. اسف ايوه غلطت في حقك، واسف برضه هتسامحيني. جميله جميله، برافو 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 برافو، حلوه قوي. طب دي لو مين غناها تفتكر؟ يعني لو حد يغنيها مين، سواء من الصحبه الحلوه اللي معانا او حد تاني؟ ما اعتقدش في الغنى هتبقى في شعر ما بيتغناش من خيال، ده خياله هو. لان هو مش عايز يديهاني بس. لا بقول لك ايه. لا هو في يعني في كلام مستحب في الشعر، في الغنى مش هيبقى خفيف. يعني مش كل ما يكتب في الشعر يغنى. ليه استاذنا سيد حجاب كتب الغش طرطش رش على الوش بويا. الله، ده صعب أيوة. جدا. يعني ما حدش يتخيل انه يتغنى. ولحنه العملاق عمار الشريعي يعني. فما حدش يتخيل ابدا ان كلمه الغش طرطش رش على الوش بويا. ايوه استحاله حد يتخيل دي. لا هو في كلمات فعلا، ورغم ان اغاني بقت ناجحه جدا جدا، ما كانش حد فعلا زي محمد طبعا. زي ما انت بتقول يتخيل انها تتكتب شعر وتغنى كمان بالزبط. وباصوات كبار المطربين طبعا. طب اختاروا لنا بقى حاجه، احنا قدامنا نص دقيقه جماعيه بقى غنوا، مش لازم من المهرجان. يعني حاجه لمصر تحبوا تشتركوا فيها او حاجه زي ما انتوا عايزين. وطبعا قبل ما تغنوا اقول لكم يعني شيماء عايزين نعمل حاجه انا وهي من الحاني هي حافظاها. لا حاجه تكون معروفه بقى، حاجه بقى لمصر بقى. يعني يا حبيبتي يا مصر مثلا، يا اغلى اسم في الوجود مثلا. لا ايه غني حاجه، اختاروا حاجه مع عزف طبعا ماجد بالجيتار معاكم. لا لهم حاجه ما شربتش من حافظينها تمام. شربتوا مننا اكيد. طيب انا طبعا قبل ما تغنوا لنا الاغنيه الجماعيه وعزف ماجد الجيتار، انا بجد بجد في منتهى الفخر والشرف انكم شرفتونا النهارده في استوديو القاهره
في نغم عربي تحديدا اللي اخترتوه دون عن اي برنامج تاني. شرف هو لينا احنا وانتم ما اسمحي شاء لي الله. بربع دقيقه. ربع. انا طبعا بشكر التلفزيون المصري اللي هو طلع عمالقه الفنانين من قديم الازل حقيقي. وبشكر طبعا حضراتكم. لكن عايز اقول حاجه، ان التلفزيون المصري لولاه ما كانش بقى فيه حاجه اسمها اعلام، ما كانش فيه بقى حاجه اسمها قنوات خاصه. بقول ده للمغردين اللي بيتكلموا على التلفزيون المصري بطريقه مش شيك، وللاسف هم مصريين. فانا يعني بس يعني الحمد لله حتى لو بقدر دول قيمه قله التلفزيون قليله، المصري لكن كمان. الاغلبيه الحمد لله من مختلف الاجيال مقدرين تماما قيمه مصر واعلام مصر وقيمه التلفزيون المصري دائما وابدا. بشكركم مره تانية والف مبروك للمهرجان والجوائز اللي حصلتوا عليها، مهرجانات اكتر واكتر ان شاء الله ونجاحات اكتر واكتر ان شاء الله، وتكونوا معانا اكتر واكتر ان شاء الله. وبشكر طبعا كل اللي تابعونا. اتوقع انكم تكونوا الحمد لله سعدتم بهذه الصحبه الجميله اللي ما لحقناش ناخد منها كل الحاجات الحلوه لضيق الوقت طبعا يعني. ودايما نشوفكم على خير، واقول لكم زي كل مره تصبحوا على حب في حب. ونختم باغنيه جماعيه مع الفريق اللي كله حب في حب ده. لا شربتش من الهوا، طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها، غالية بلدنا علينا وهتفضل في عينينا، ومادام بنحب بلدنا يبقى هتتغير بايدينا. دور جواك تلقاها هي الصحبة وهي اللي عشرة بلدي بتتقال نسيانها عالبال مشتاق، يمكن ناسي انك فيها مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي نجرب وفارقها ألف الدنيا مفيش بعديها. شربتش من الها، طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها. مشيتش بضوحيها، طيب ما شربتش فيها، ولا ليك صورة على الرملة. طب بتقولها لي مش عارفين.